راح توفره؟ شنو راح تسوي؟ خلينا نبدا بخطوه خطوه. لو كان غير سامر سعيد واسمه ولاعب دولي ومدرب سابق لغير نادي واجى للديواني، لو كان غير سامر سعيد هم ينطوا هاي المبالغ بالتعاون مع المحافظ؟ يعني ممكن اي اسم كان. شوف انا اقول لك موضوع، كان قبل كابتن قصي منير وجه له تحياتنا له طبعا. اي قصي قرأ الموضوع ان الموضوع متعب، ما بي دعم مادي، ما بي استقرار اداري، فهو استقال طلع جهه ثاني. قبل ما اجي انه شيكت الوضعيه بالمحافظه انه من الداعم من اللي يهتم خاصه بالمحافظه. قبلها بفتره الهيئه الاداريه المؤقته اللي كانت راحوا المحافظ قعدوا وياه قالوا له احنا هيك موضوعنا وانت لازم تدعمنا كمحافظ. المحافظ قال لهم لا اله الا الله بهاي الكلمه. قالوا انا ما عندي يعني امكانيه ادعم من هذا النادي. العفو انا لو عندي قالوا اكمل المشاريع اللي عندي. فبعدها جيت ثاني رحت للمحافظ نقدت له غير صوره. اكو واحد من يقعد ويا شخص ويبدي عنده اسلوب وقنعه، كان اسلوب وقنعه راح تختلف هواي امور. فاول قعده قعدت ويا السيد المحافظ حكيت له انه موضوع اول شيء تقدر تستغله عن طريق النادي وجمهور النادي، موضوع انتخابي. انت عوفك يعني انت هسه قنعت المحافظ انتخابيا، ترويج سياسي انتخابي بانه انت مو رياضي. قال انا رجال مو رياضي. قال انا هو اول شيء شيخ عشيره. زين تحياتنا له طبعا، محافظ وانسان محترم